أنا اسمي أماني صباح، مدرسة في مدرسة لغة عربية في مدرسة قوى الثانوية المشتركة. طبعا في أحد اللجان، طبعا حضراتكم عارفين إن الجو دلوقتي يعني حر شديد، موجة حر شديد. المدرسة فيها مراوح، بس المروحة طبعا متركبة فوق السبورة. كان في ضغط بقى في الهواء يعني كده، وحسيت ان الطالبات مش مرتاحين يعني في اللجنه، ان هو حاسين بكتمه نفس. ما كانتش في اللجنه دي، كانت لجنه قبلها بيومين او 3 ايام. فاخدت الدفتر تلقائيا وبدات اهولهم بالكده، فبقوا يبصوا لي يقولوا لي يا مس والله ربنا يجازيكي خير يا مس، احنا ارتحنا كده. فحسيت ان انا بعمل لهم حاجه مفيده يعني، مش بدات ان انا افوت على كل واحده واعملها كده يعني. ده موقف عفوي؟ ده عفوي والله، ومش دي مش كانت اول مره. اليوم اللي صورت فيه ده كان رابع مره اعمل كده. لا هو تصرف عادي، تصرف ما يستاهلش. ده هو الحلو فيه تعليقات الناس واحساس الناس بالفيديو، مش اللي انا عملته والله. الحلو هو الناس اللي علقت على الفيديو والناس اللي حست بيه. طبعا هم مبسوطين برد فعل الناس، مبسوطين باللي انا عملته، حاسين بالحنان في الفيديو. يعني الفيديو كان كله عباره عن شويه كده حنيه ولطف. انا ذات نفسي يعني ببص للفيديو بقول لهم انتوا حاسين بايه؟ حاسه ان اللي انت عملتيه ده حاجه طبيعيه، حاجه من وزع نفسي، يعني امر طبيعي انك تعملي ده. هو شيء طبيعي، مش ما يستاهلش. معلش، هو ما يستاهلش ياخد لا ترند ولا بتاع. ده الطبيعه فينا، بشر، انسانيه. مستر اسلام هو اول واحد حس بالفيديو. مين مستر اسلام؟ مستر اسلام المدير مدير المدرسه. تمام. هو بيشوف شغله، بيشوف سير العمليات التعليميه اللي هو الامتحانات والكلام ده من خلال مكتبه. فلما شاف الفيديو هو بيقول لي انا بصيت كده، بقول يا اماني بتعمل ايه؟ فبعدين ببص ان هو لقطه عفويه، ان انا بعمل شويه صغيره وهتعب وخلاص واقع. فانا فضلت معاكي تلت ساعه وانت شغاله بنفس الطريقه. فانا حسيت كده بحاجه بالفيديو ده لمس قلبي. في الاول لاني لسببين. السبب الاول ان انا اصلا مش حاسه ان انا عملت حاجه زياده، هي حاجه طبيعيه وخلاص، وبفطرتي كمربيه وكأم انا بهون عن ولادي. ده اول حاجه. والتاني حاجه لاني لشخصيتي انا ما بحبش انا التكريمات والظهور والكلام ده خالص يعني. يشوف الزاويه اللي متاخد منها او الفيديو هيفهم كويس خالص ان دي كاميرا المدرسه اللي الوزاره مركباها عشان تتابع منها. فهذه كاميرا الوزاره، ما فيش حد لا بيصور. وبعدين احنا ممنوع اصلا نستخدم بتاعت الوزاره اللي هي داخل الفصول. كل فصول السنه مجهزه بالكاميرا دي. والفيديو باين كده، هي باين ان هو متاخد من زاويه التصوير كده، ما فيش حد يطلع من فوق كده. وبعدين كمان احنا ممنوع استخدام الموبايلات داخل الفصول وداخل اللجان. ما معناش. رد فعل زوج حضرتك ايه بقى اول ما شاف الفيديو؟ عايز رد الحقيقي ولا؟ لا، رد الحقيقي طبعا. قال لي شهرتينا وعملت لنا ترند. بس هو كان فخور بيا ونزل لي بوست يشكرني فيه ان انا زوجه رائعه وام مثاليه. بيقابلوني في المدرسه يقول مس الترند اهي ويحضنوني. وبعدين اصلا هم بيقولوا لي، هم من قبل الفيديو، من قبل ده كله، انا بنتي في المدرسه معايا، فكانوا بيقولوا لها مثلا دي مامتك، ده عسل، ده طول اللجنه تهون علينا وتهولنا وكده قبل ما يظهر فيديو ولا اي حاجه خالص. مامتك عسوله، ده طول اللجنه عماله بتهولنا وخلاص. لكن الطلبه عادي زينا كده متفاجئين ان الفيديو طلع بالطريقه دي. هو التعامل مع الطلاب في اللجنه بتكون فيها انضباط، وده طبيعي. بس لازم مع الانضباط يكون في لين وفي هدوء وفي احساس بالراحه داخل اللجنه، عشان الطالب يعرف يحل ويعرف يستوعب وما يعيش حاله من التوتر. انا ممكن اعيشه حاله من التوتر تنسله واذاكره. هي رساله كلها منه، كلها انسانيه. هو كمان بجد، انا مبسوطه جدا ان انا قابلته وان انا كلمته النهارده، وانسان قبل ما يكون مسؤول.